بصوا بقى فكرة المطبخ ده جميلة ازاي. هو هنا علشان يوفر شوية في الكوست، بينفع في الحاجات اللي هي زي البيوت الصغيرة، الشاليهات والحاجات دي. انا مش محتاجة ستورج اريا كبيرة، فممكن جدا نعمل قلاب واحد فقط، وبعدين نعمل ايه، ماشي يا بوسي افتحي كده، قلاب واحد فقط وفوقيه نكمل بكلادنج جميلة، فيدينا شكل حلو قوي، وفي نفس الوقت ايه عندي يوزج او استخدام، يعني شكل ووظيفة الاتنين. والادراج بقى تبقى في العلب السفلية تحت والماتيريال اللي هي بتاعة الرخام. افتحي كده، هو كله طبعا الهانجد او بيلت ان سوفت كلوز. بعدين في فكرة حلوة قوي هنا في الكورنر استغلالا للمساحة، هنتفرج عليها لما الناس تبعد شوية. ما هو كذلك ممكن تمام اهي الركن الكورنر علشان صعوبة الدخول ليه، عاملين الدولاب ده الكورنر. خلاص بقى احنا ايه عندنا ستورج كويسة جدا، مش محتاجين يبقى ايه العلب للسقف يعني. شيل بقى اللي نفسك فيه جوه كده، تمام. السرسوع في كل حتة. بعدين حتة بقى كده ازاز لذيذة بلايتنج جميلة، ديكور نعرض فيها الحاجات الصيني بتاعتنا، ولا نيش ولا الكلام الفاضي ده. جوه المطبخ فيه قطعة ديكور كده، ولو هو اوبن كيتشن خلاص خدم الموضوع. ده دور خدوه لما جينا يعملوا ده الكارجو بقى بتاع التخزين. ودي الجزيرة هنا بس هم عاملينها جزيرة وكاونتر في نفس الوقت، يعني 2 ليفلز. جزيرة بعرض كبير واللايتنج بقى تحت وفوق وفي كل حته. كراسي بقى لذيذة قوي. لا انا حبيت المطبخ ده، افكاره حلوة. ومن ضمن برضو الافكار الحلوة ان هو الويتس بتاع الميكرويف او بيبقى اصغر من الفرن، فلو هما محطوطين فوق بعض بيتبقى عندي مساحة صغيرة هنا، فبلاقيهم بيقسموها كده يحطوا جواها الصواني. ف لا في لعب كتير في المطبخ، بس للي عنده صبر ومزاج كده في التصميمات يعني تعالوا لنا بقى. مش كده يا بوسي؟ مش احنا بنفضل ورا ست البيت لغايه ما نحط لها كل مسمار في مكانه، بنريحها في الاستخدام. كل حاجه تحت ايديها. فانا بيقابلني مساحات صغيره اللي هي الاستديوز. مش بنصح خالص ان احنا نقفل السقف او نعمل العلبه العلويه 70. كفايه قوي 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 ان هي تبقى قلاب ونكمل الشكل بكلادنج لايتنج زي كده. I like it.